في إليزي في جولة قامت بها خصصتها الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية في خضم الملتقى أو المؤتمر الوطني للفلسفة بحضور جملة من الدكاترة عبر ربوع الوطن الذين أسهموا وشاركوا في هذا المؤتمر بشكل فعال، وكانت لنا مشاركة قيمة في هذا المؤتمر والحمد لله وناجحة. وهناك عدة وقفات إذن مع الدكاترة، ومن بين الدكاترة الذين شاركوا صاحب رواية طرحان الذي كانت مداخلتي حول روايته الأستاذ الدكتور عبد الله كروم. أستاذنا الفاضل كلمة من فضلك. أهلا وسهلا أستاذ عبد القادر، مرحبا. نحن هنا في هذه المنطقة الرائعة الساحرة الخلابة في هذا العرق الرملي، على هذه العروق الرملية، الكثبان الرملية الصفراء البديعة، تتراءى لنا من بعيد بعض النباتات والأشجار. دكتورنا الفاضل، يعني كانت لنا مداخلة بعنوان صورة الصحراء في الرواية الجزائرية رواية طحان نموذجا لشخصكم عبد الله كروم صاحب المؤلف. كيف تقيمون تجربتنا أو مشاركتنا في هذا المؤتمر ومداخلتنا؟ شكرا جزيلا. أكيد أنها انطلاقة وإشراقات أولية تدل على مسار إن شاء الله سيكون حافلا بالإنجازات والعطاءات والبحث والتنقيب في المنجز السردي، لا سيما الصحراوي، بكل ما فيه من زخم جغرافي وتاريخي وثقافي واجتماعي واقتصادي أيضا، وبكل ما فيه من صور طبيعية وإنسية. إذن أنت تكتب في مجال تفضل كمل. أتمنى للدكتور عبد القادر مسكي أن يكمل بهذه الشعلة البحثية وهذا المسار الذي أراه إن شاء الله في المسار الصحيح، وهو لا يزال طالبا في الدكتوراه، ولكن مع ذلك يشارك في العديد من الملتقيات العلمية. وأيضا ما أعجبني فيه أيضا هذه التجربة الإبداعية، أنه يزاوج بين ما هو علمي وما هو أدبي، وهذا هو المطلوب من المنتسب إلى تخصص الأدب العربي. لا ينبغي أن يكون فقط مستهلكا، إنما ينبغي أن يضع بصمته وأن يشارك أيضا بقوله وبمنجزه، إن كان في الشعر أو في النثر، في القصة، في الرواية، في المسرحية، في أدب الرحلة، في أي جنس أدبي. المهم أن تكون له بصمة، أن تكون له مشاركة. وهذا الذي يعني أعجبني في أستاذ عبد القادر، أنه يجمع بين، كما قلت، بين العمل الأكاديمي والعمل الأدبي. دكتورنا الفاضل، كيف تقيمون تجربة الكتابة، خاصة إذا تكلمنا عن الكتابة التي لم نجد لها حضورا قويا، وإن كان يعني هناك الكثير من النصوص الروائية حول الصحراء، ولكن كيف ترون هذه التجربة يعني من الناحية السردية عن ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه فيما بعد بالأدب الصحراوي؟ كيف ترون هذه التجربة؟ نعم، هناك العديد من الأصوات التي أصبحت تبشر بمستقبل واعد للأقلام التي تكتب عن الصحراء، وبوعي تحاول أن تكتب عن الصحراء بأقلام أبناء الصحراء، مثلما قلت أنت في إحدى مقالاتك أنه لا يتكلم عن الصحراء أفضل من أهلها. صحيح أن الذي يأتي إلى الصحراء ربما يتأثر بمشاهد، بمناظر، والأدب لا نهاية له، هذا صحيح، لكن ابن الصحراء ربما يقول أشياء، خصوصا إذا أصبح دارسا وواعيا وكان قارئا جيدا ويملك الأدوات مثل شخصكم الكريم طبعا والآليات، أنه سينتبه إلى أشياء لأنه يعرف التفاصيل وتفاصيل التفاصيل.
ويعرف المكان وذاكرته، ويعرف التاريخ وتفاصيله، ويعرف الجغرافيا وجزئياتها، ويعرف الإنسان الصحراوي بخصوصيته بخصوصيته وبأدق عمقه الاجتماعي عمق والتاريخي. نعم، الاجتماعي والأنثروبولوجي والتاريخي وما إلى ذلك. لذلك ربما إذا كان يملك الأهلية والذائقة الأدبية والفنية والجمالية فإنه ربما يبدع أكثر. ولاحظنا هذا في إبراهيم الكوني، ولاحظنا هذا في ربما في كتابات الأستاذ الحاج أحمد الصديق الزيواني الذي نحييه بهذه المناسبة. نعم، وفي تجربة جميلة الباوي، وأيضا ربما بتواضع في تجربته يعني المتواضعة جدا. قلنا أنتم ممن يكتب عن الأدب الصحراوي، ودرسنا يعني نصوصكم القيمة الراقية. هي تجربة فعلية يعني فيما يخص بالأدب الصحراوي، لأنكم تتطرقون إلى الجوانب المعرفية الدقيقة جدا في هذا الجانب الأدبي، يعني أدبا وتاريخا، خاصة إذا تطرقنا. كنا قد أشرنا إلى روايتك الطرحان التي تتناول موضوعا حساسا وقيما وتاريخيا عميقا، يعني يأخذ بعده التاريخي والفلسفي العميق جدا. صحيح. الطرحان هي حديث عن تحولات على مستوى الإنسان والمجتمع في زمن الجوع والمصغبة وزمن والاستدمار الفرنسي والجراد والصعاليك. كل تلك العوامل أدت إلى هجرة الإنسان وإلى افتقاره وإلى تركه تلك البيئة والهجرة خوفا من الاضطهاد بكل معانيه، وبحثا عن الرفاه والمعيشة التي قد يجدها في أماكن يراها هو نجاة، وقد تكون له مهلكة.